عارفة بنتك بتجري ورا أي حد بيقول لها بحبك وبموت فيكي على النت ليه؟ مش لأنها قليلة أدب ولا إنها طايشة. البنت دي جعانة جوع عاطفي، بس بتدور على شبعها في المكان الغلط. المشكلة مش مجرد ترند، دي كارثة بيوت. البنت بتدور على مراية تشوف نفسها فيها جميلة ومحبوبة، لأن المراية جوه بيوتنا مكسورة. النهارده هنتكلم عن موضوع حساس جدا: ليه بناتنا بيسلموا قلوبهم للناس الغريبة؟ خلينا نتكلم بصراحة. البنت في البيت بتشوف ايه؟ ابوها اللي كل كلامه يا بنتي ذاكري. فين الاكل؟ انا مش عايز دوشة، انا عايز انام. الاب اللي بيشوفها مجرد طلب او عبء محتاج يخلص منه. والاخ، اخوها اللي كل كلامه ليها انتقاد: البسي ده، لا ما تلبسيش ده، صوتك عالي، انت بتعملي ايه في الموبايل؟ البنت هنا بتحس انها مرفوضة. هي مش بتسمع كلمة يا ست البنات، ولا انت جميلة في عيني، ولا انا فخور بيكي. فطبيعي يجي شخص مجهول وشخص غريب يرمي لها كلمتين معسولين. هي مش بتصدقه عشان هي ساذجة، هي بتصدقه لان الكلمات دي عندها نقص فيها. هي بتستغيث، قلبها عايز يملى الفراغ ده. طب ايه هو الخطر الحقيقي؟ صدقني الخطر الحقيقي مش في الكلام، الخطر الحقيقي في الاستدراج. وده بيأثر على علاقتها بكل الرجالة بعد كده في حياتها، فتبدأ تبقى خايفة، تبدأ تفقد الثقة. الغريب بيسمع لها، بيهتم بلون فستانها، بيهتم بتفاصيل حياتها كلها حتى الصغير منها. حاجات تافهة في نظرك لكن حياة في نظرها هي. فنبدأ في مرحلة ايه؟ ان احنا نتعلق. البنت هتتعلق، ولما تكتشف ان اللي قدامها كذاب بتتكسر عاطفيا. ممكن تنسحب تماما من المجتمع اللي احنا فيه، او ممكن تكرر التجربة عشان تهرب من وجع التجربة الأولانية. يبقى احنا عملنا ايه؟ ايه الحل؟ امنعها او احبسها؟ لا، مش الحل، لا المنع ولا الحبس. كل اب وام لازم يقعد مع بنته 5 دقايق يوميا، اسألها عن احوالها، عن مشاعرها، حاسة بايه النهاردة. بلاش كل الاسئلة عن الدراسة. اسمعها وهي بتتكلم، اسمعها وانت ساكت، اسمعيها يا ماما وانت ساكتة. اوعي تقطعيها واوعى تقاطعها وتقول لها لا كده عيب كده غلط. سيبوها تطلع كل اللي في قلبها. الكلمة الحلوة طاقة. صدقني يا بابا انت دورك هنا محوري مع بنتك. جات رسالة من أم بتقول بنتي كانت أشطر واحدة في مدرستها وفجأة لقيتها اتغيرت وبدأت تهتم بلبسها بشكل مبالغ فيه. فلما واجهتها اكتشفت إن في واحد على النت بيحسسها إن هي ملكة جمال. دي مش حالة نادرة، دي حالة بتتكرر يوميا. الأم دي لما جت قالت لي كانت مكسورة وبتعيط. قالت لي بنتي ضاعت يا رغدة، بنتي كانت الأولى على المدرسة. هنا بقى لازم نقف ونحلل الصدمة كويس. الأم لما بتكتشف حاجة زي كده أول حاجة بتعملها إيه؟ تزعق، زعيق وخناق وسحب موبايل. اتهامات بتدمر البنت أكتر. تعالوا كده نشوف الموضوع من وجهة نظر البنت نفسها. البنت دي كانت بتدور على التقدير. ضغط المذاكرة زاد عليها، ومحدش في البيت بيقول لها شكرا على اللي انت بتعمليه وشكرا على مجهودك. ظهر الشخص ده على النت. الشخص ده ما بدأش معاها كلام حب مباشر كده، لا لا لا. اول حاجه قالها لها انا حاسس بيكي، انت بتتعبي قوي، انت ذكيه، انت لماحه. هنا البنت قلبها بدأ يشتغل، لقيت الاهتمام اللي هي بتعمله بره البيت. فتحولت من بنت متفوقه في الدراسه بتاعتها لبنت كل همها انها ترضي الشخص اللي بيكلمها. المشكله ما كانتش في البنت، المشكله في غياب التشجيع الحقيقي جوه البيت اللي ساب فراغ، والفراغ ده دخله الغريب. محتاجه تسمع من بطل حياتها اللي هو انت جميلة، انت مميزة، انت حاجة غير الناس، انت ست البنات. تسمع كلام ده من بابا احسن. لما البنت تحس انها شبعانة جوه بيتها، اي كلمة حب بره بيتها هتبقى رخيصة بالنسبة لها، هتبقى ولا حاجة ومتكررة لانها بتسمع الاحسن منها كل يوم جوه بيتها. هو بيقدم لها جرعة يومية من التقدير اللي هي محرومة منه اصلا. جماعة العواقب ما بتبقاش ان هي بتنكسر بس، لا، بصتها لنفسها بتتشوه. البنت بتبدأ تصدق ان قيمتها في رأي الراجل فيها، والراجل ده قال لها حلوة تبقى حلوة، قال لها وحشة تبقى وحشة. يخلق شخصية هشة خايفة بتدور على أي حد يطمنها. ده بالظبط اللي بيخليها فريسة سهلة لأي حد يعرف يلعب على أوتار النقص اللي عندها. مش بس تقعد جنبها، اسألها عن صحابها، عن أحلامها، عن مخاوفها. خايفة من إيه؟ اسمعها أكتر ما تتكلم. اسمعيها يا ماما أكتر ما تتكلمي. يا بابا بنتك محتاجة تسمع منك إنها حلوة، إنها جميلة. ده مش دلال، ده تحصين لبنتك. لو سمعت كلمة يا حبيبة بابا منك، كلمة بحبك اللي هتسمعها بره هتبقى بالنسبة لها رخيصة.
بدل ما تقول لها انت مهمله، قول لها انا مقدر تعبك في مذاكرتك، تسلم ايدك. التقدير ده بيخليها تشبع جوه. الاب فاكر في مجتمعنا ان السند هو المحفظه بتاعته، بيشتغل من الصبح بالليل وبيرجع بالليل تعبان مش طايق نفسه. البنت بتبقى واقفه مستنياه بالليل، مستنيه تاخد منه الحضن عشان يقول لها وحشتيني يا حبيبتي. فيرجع الاب تعبان فيقول لها اوعي من وشي انا مش قادر. ده بيعمل ايه؟ رد الفعل ده بيأثر على البنت ازاي؟ بيترجم في عقلها فورا: انا مش مهمه، بابا بيحب الشغل اكتر مني. لما البنت تحس انها مش مرئيه لاقرب شخص ليها واقرب راجل في حياتها اللي هو ابوها، يحصل لها صدمه رفض. الصدمه دي بتخليها اول ما تسمع كلمه حلوه من حد غريب تفتكر ان هو ده السند البديل. كده مش قادره تفرق ما بين الحب الحقيقي وما بين الاستدراج. هي بتجري ورا شبه الاهتمام عشان هي محرومة من أصله أصلا، مش عارفاه. يا جماعة، رد فعل الأهل لما بيشوفوا الأزمة دي إما يكون العنف الجامد قوي اللي يطرد البنت من حضن البيت ويخليها تكذب وتداري أكتر. بنتكم مش بتخونكم، البنت بتستغيث، في أسوأ، في جفاف عاطفي منكم. لو البيت فيه أمان، لو الأخ لما يدخل البيت يطبطب على أخته، لو الأب بيمسح على راس بنته، البنت دي لو جالها ملك ملوك الأرض بره يقول لها كلمتين حلوين هتقول له شكرا انا شبعانه في بيت ابويا.